وسلم وعنده حمى شديدة جدا. وأيضا زوجات النبي لما علموا هذا والمريض كتب للنبي صلى الله عليه وسلم الدواء للرسول. على فكرة هي فيها فضيلة لزوجات النبي، لكن الشيعة حبت تخليها مطعن في زوجات النبي. طب فيها فضيلة ازاي؟ لأن من الطبيعي ومن بديهي الحال الدكتور كاتب، الطبيب كاتب للرسول على علاج. طيب زوجات النبي الرسول يقول لهم لا تلدوني، ما تدونيش العلاج. طيب كراهية ده الطبيعي لأي مريض مش عايز ياخد العلاج، لكن أهله بيدوا له العلاج ليه؟ خوفا عليه، علشان يصحى، علشان يفوق، علشان يخف. تمام؟ فاللد هذا هو الدواء. فلما أعطوه العلاج المفروض ده على حرص زوجات النبي على حياة النبي، قال لك لا، ده حطوا له سم وقتلوه. الشيعة بتقول كده. خاشم لسه من شويه نفس الشيء، كراجولي نفس الشيء طلع الشبهه، يقول لك تعاملوا مع النبي كانه زعطوط لا يفهم والعياذ بالله، قاعد يقول كده بالضبط. قلت له طيب مولانا، هل علي عندما عصى النبي في محوه كان زعطوط والعياذ بالله النبي عندكم؟ سكت قسم بآيات الله. أحسنت يا قتيبة، بارك الله فيك. شوفوا الإلزام اللي حطه أخونا قتيبة ده هو جميل. ليه؟ طب ما هو النبي لما قال لعلي امحو واكتب محمد بن عبد الله، علي قال ما امحو اسمك من النبوة. عند أهل السنة لما فسروها قالوا إيه؟ قالوا إن علي بن أبي طالب قال هذا الكلام إجلالا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وحبا في النبي. طيب، طب لما السيدة عائشة أو زوجات النبي، لا مش حبا، لا هو عصيان، هو بمزاج أهلك أنت تحط المواضيع على مزاجك؟ لا، إما تاخد الأمور كلها وتجمع الروايات